بسمله، انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي يا بسمله؟ كنت جايبه كيسين فول، سبت كيس فول العيال يفطروا بيه في البيت وجبت لك كيس ورغيفين عيش عشان عارفه يعني إن المغرب اذن وانت زمانك ما فطرتش. والله يا بسمله يا دوبك المغرب اذن رحت صليت المغرب وكلت بلحتين وشربت كوبايه تمر ولسه ما فطرتش لحد دلوقتي. كتر الف خيرك يا بسمله. المهم بس العيال فطروا كويس؟ فطروا. يا عبد الرحمن. نعم يا استاذ كريم. انا اسف والله العظيم يا استاذ كريم، مره ومش هتتكرر تاني. انا قلت لها 100 مره طول ما انا في الشغل ما تجيليش الشغل. بس هي عشان عارفه ان انا لسه ما فطرتش لحد دلوقتي. انا قلت لك مليون مره يا عبد الرحمن ما ينفعش مراتك تجي لك شغلك اثناء تقضيه الخدمه. هو انا عملت لك مشكله ولا ايه يا عبد الرحمن؟ عملت له مشكله عشان انت ما ينفعش تجي له هنا وهو شغال. حقك عليا، بس والله كنت جايبه له كيس فول ورغيفين عيش عشان يفطر، عشان العشاء قربت تاذن وهو ما فطرش. انا اسف والله العظيم يا استاذ كريم، هي مره ومش هتتكرر تاني. ازاي العشاء قربت تاذن وانت ما فطرتش؟ مش فاهم. بالظبط كده يا استاذ كريم زي ما بتقول لك، انا لسه ما فطرتش لحد دلوقتي. هي جابت لي كيس فول ورغيفين عيش عشان افطر بيهم. انا لما المغرب اذن رحت الجامع يا دوبك صليت بس وكلت بلحتين وشربت كوبايه تمر. ايوه، انت ليه ما رحتش البوفيه خدت الوجبه بتاعتك زيك زي بقيه افراد الامن؟ ما انا بصراحه كده ماليش وجبه يا استاذ كريم. ازاي يعني مالكش وجبه؟ اي فرد امن هنا عندي في الشركه ليه وجبه فراخ على الفطار كل يوم. ما انا بعرفش بالكلام ده. ما تعرفش بالكلام ده؟ انا كده ان في حاجات بتدور في الشركه من غير ما اعرفها وانا هتصرف فيها كويس. انا من اول رمضان يا استاذ كريم وانا بفطر عند حضرتك هنا قدام الباب، يعني ما حدش بيديني وجبات ولا الكلام اللي انت ده انا بتقول كل عليه يوم ده. يا استاذ كريم بجيب له كيس فول يا اما طعميتين على رغيف. عامة يا عبد الرحمن انا هتصرف والله ما تشيلش هم اي حاجه. والله بس العظيم. بعد كده لما تروح لبتاع البوفيه وما يدكش وجبه الفراخ تجيب من حسابك وانا هحاسبك اخر الشهر. انت عارف يا استاذ كريم العيال عندنا في البيت نفسي اركب لهم شاشه كده عشان يتفرجوا على رامز، بس انت عارف المرتب يعني قليل قوي. 1200 جنيه يعملوا ايه يعني؟ 1000 ايه؟ 1200 جنيه ده يا دوب بيكفونا بالعافيه لغايه اخر الشهر وبنستلف كمان عبال ما بيقبض للشهر اللي بعديه. ازاي يا عبد الرحمن انت استماره القبض بتاعتك بتطلع ب 6000 جنيه كل شهر؟ 6000 جنيه؟ هو انت بتودي ال 6000 جنيه فين؟ انت تضحك عليا؟ والله العظيم ابدا يا استاذ كريم. انا كل اللي باخدهم 1200 جنيه والشهر اللي فات ادوني 3000 جنيه قالوا لي دي حوافز. يعني صاحب الشركه هو بيقول 6000 جنيه، انت بتضحك عليا يا عبد الرحمن؟ بتودي بقيه القبض فين؟ والله العظيم يا بسمله ما بضحك عليك ولا حاجه، انا ما باخدش غير 1200 جنيه بس. مش الشهر اللي فات اديتك 3000 جنيه عشان قلت لك الشركه. يا عبد الرحمن اتكل على الله ست الكل يعني. انا ماشي يا عبد الرحمن. ماشي، يا ريت ما تجيش هنا تاني عشان المدير ما يتضايقش منك. يا عبد الرحمن انا اسف والله العظيم يا استاذ كريم، مش هخليها تجي لي عند الشغل هنا تاني عشان ما تعملش مشاكل. حصل خير. يلا يا حسن على العربيه. يا رب ما يزعل مني. ماشي يا عبد الرحمن. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ازاي يعني يا حسن فرد الامن عبد الرحمن ده استماره القبض بتاعته بتطلع ب 6000 جنيه كل شهر وانت بتدي له 1200 جنيه؟ ده يرضي ربنا؟